انت تعرفي بقى لو جبتي باكو من الكريم كراميل وكيس من البودر هتعملي بجد وصفة اختراع، وكل اللي هيدوقها من ايدك هيسألك عملتيها ازاي. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله، ومتنسوش يا بنات تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم. اول حاجة كده بجيب الخلاط بتاعي، وده الباكو اللي هو كريم كراميل. هبتدي ان انا اشيل الكراميل بتاعه دلوقتي على جنب، واجيب الكيس افضيه هنا في الخلاط بتاعي. هبتدي ان انا افضي الكيس بتاع الكريم كراميل كده، هو كيس واحد. هفضيه واجيب معاه كوباية من السكر، كوباية اللي هي المج العادية اللي في كل بيت. وهجيب كمان بنفس الكوباية اللي عيرت بيها السكر هعاير بيها اللبن، كوباية كمان من اللبن. واحط هنا كمان نص كوباية من الزيت، واهم حاجة يكون كله بدرجة حرارة الغرفة. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اخلطهم كويس جدا جدا في الخلاط بالشكل ده. بصوا لغايه الخليط ما يتقل معايا ويبقى كده. هبتدي ان انا اشيل منه كوبايه واركنها على جنب هنا في التلاجة لغايه اما اقول لكم بقى هنعمل بيها ايه. والخليط اللي هيتفضل معايا في الخلاط هحط عليه 2 بيضه، 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه. هبتدي ان انا احطهم بقى مع الخليط بتاعنا اللي فاضل في الخلاط. واحط عليهم كمان فانيليا، بس هنا مصورتهاش، بس انا كنت حطيت بقى فانيليا. لو فانيليا سايله فانيليا بودر مفيش اي مشكله، اللي متوفر عندي. هضرب كل الكلام ده كويس في الخلاط تاني لغايه الخليط ما ينعم معاكي بالشكل ده. هبتدي ان انا افضيه في طبق يكون غويط كده، واحط عليه كوبايه ونص من الدقيق. بس اهم حاجه تنخليهم كويس كده. برضو الكوبايه اللي انا عايرت بيها دي كوبايه معياريه، بس هي بتاخد نفس الكوبايه اللي هي المج اللي في كل بيت 250 جرام. هقلب بقى اول كوبايه انا حطيتها بالشكل ده بالمضرب اليدوي العادي بتاعي كده. هبتدي ان انا اقلب كويس جدا لغايه اما يختفي الدقيق خالص في قلب الخليط بتاعي. هنزل هنا كمان بالنص كوبايه اللي فاضله، وبرده لازم تنخليها كويس. وانتي شغاله بقى كده ابتدي ان انتي شغلي الفرن بتاعك، علشان لما ندخل الكيك بتاعتنا لازم تدخل على فرن سخن. تمام كده. هتلاقي كده ان القوام لسه تقيل شوية معاكي. لو القوام مش تقيل معاكي ما تضيفيش اي حاجة تانية، بس انا كده هنا لقيت الخليط شوية تقيل معايا، فاحط كده معلقتين كبار من اللبن. يعني اخلي القوام مظبوط، مش لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، بحيث ان الكيكة تطلع معاكي هبطانة من الفرن، او تطلع معاكي معجنة لو عملتيها سمك تخين. اهم حاجه بقى الخطوه دي مهمه جدا. لما باجي اعمل معاكم كيكات بحب ان انا اعمل الخطوه دي، بتطلع الكيكه هشه ومرتفعه وتحفه يا بنات. هتحطي هنا نص ليمونه، تعصري العصير بتاعها كويس، وهتنزلي هنا على المقدار بتاعنا ده. هياخد معلقه كبيره من الكيس كيك شيف. تمام كده، او كيس بودر بس كيك شيف بيطلع معاكي الكيكه لونها فاتح وتحفه. هبتدي بقى ان انا هتحسي كده ان القوام يعني تحسي كده لما حطيتي البودر على الليمون، بتحسي كده ان هو بيهيش معاكي كده وبيعمل فوم كده. هتبتدي ان انتي تقلبيهم مع بعض، بس قلبي كويس جدا علشان البودر ده يختفي كويس جدا في قلب الخليط، علشان لو ما قلبتيش كويس بعد كده هيطلع معاكي الكيك غامق من الفرن لو ما قلبتيش البودر ده كويس. تحسي كده ان القوام وانتي بتقلبيه بيهيش معاكي كده يعني بيكتر. بصوا بقى شكله عامل ازاي. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك، دي اصغر صواني في الصواني المستطيله، دي اصغر صينيه فيهم. هبتدي ان انا ادهنها بس دهنه بسيطه كده من الزيت، وابتدي ان انا انزل فيها الخليط بتاع الكيكه بتاعتي. زي ما قلت لكم وانا شغاله كده كنت شغلت الفرن وحطيتها بقى في الرف الوسطاني. هي حمرت لوحدها كده، انا ما شغلتش الشوايه. لو حسيت ان هي استوت وعايزه تشغلي لها الشوايه ما كانتش حمرت، شغلي لها الشوايه حاجه بسيطه كده لغايه ما تستوي معاكي. مش هتقعد معاكي نص ساعه، يعني هتقعد معاكي اقل من كده كمان. هي الحجم بتاعها صغير مش هتقعد معاكي كتير. بصوا ما شاء الله انا خلاص كده لما حسيت ان هي استوت سبتها شويه في الفرن، ما طلعتهاش على طول عشان خاطر ما تهبطش معايا لما اطلعها من الفرن. سبتها شويه لما تبرد في الفرن، بعد كده خرجتها وسبتها لما تبرد معايا تماما. وجبت هنا عصاية وابتديت ان انا اخرمها كده
واسيبها بقى على جنب. وهنا خطوة تانية، هجيب هنا كوباية من اللبن واحط لها معلقتين سكر. لو مش عايزة تحطي معلقتين السكر وبتحبي الحاجة يعني ايه ما تكونش مسكرة قوي، فما تضيفيش معلقتين السكر الصغننين دول. بس انا حطيت هنا معلقتين سكر وقلبتهم مع اللبن. والكيكة هنا بتكون باردة واللبن بيكون ساقع من التلاجة. وهبتدي ان انا اشرب الكيكة بتاعتي لغاية اما تشرب كل اللبن بتاعي بالشكل ده. وهبتدي بقى بعد ما شربت اللبن بتاعي ده، الكوباية اللي احنا كنا سيبناها في الاول، الصوص اللي احنا كنا سيبناه صوص الكراميل، هنبتدي ان احنا نفضيه بقى على وش الكيكة بتاعتنا كده بعد ما شربناها اللبن. بعد ما شربت كل كمية اللبن هتبتدي بقى ان انت تحطي الصوص وتوزعيه كده، بيكون القوام بتاعه تقيل وحلو كده. دي بقى الكراميل اللي بيبقى في العلبة بتاعتك. هتبتدي بقى ان انت ايه تعملي خطوط كده على الوش. هتفضي كل الكيس بتاعك، وبعد كده هنعملها زي خطوط رايح جاي كده بالخله يعني بخله. هتجيبي خله كده وتبتدي ان انت تعملي شكل كده، هتدي شكل حلو قوي معاكي. بصوا بخله كده، وتبتدي ان انت ايه تعملي خطوط رايحه جايه كده، بتدي شكل حلو قوي معاكي. شكل الصينيه بيكون حلو قوي. خلاص كده بتسيبيها تسقع معاكي شويه، لازم تسيبيها تسقع شويه، وبعد كده تقدميها بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم بقى هشاشه وطعامه وحلاوه في الكيك رهيبه. هابتدي ان انا اقطعها بس الاول كده واوريكم بقى القلب بتاعها من جوه يا بنات، شكلها تحفه وهشه وسفنجيه كده. وعايزه اقول لكم بجد مشوا على الخطوات دي علشان هتاكلوا احلى كيكه واطعم بجد من اي كيكه انت كلتيها قبل كده. حاجة سريعة وسهلة وحلوة اوي في الحر دي، هتعمليها في ثواني. بصوا شكل الكيكة من جوه يا بنات عامل ازاي، لونها فاتح وهشة وبجد وتحفة خفيفة. عايزة اقول لكم ان هي خفيفة وسكرها مظبوط. لو بتحبي السكر المظبوط مشي على المقادير بنفس المقادير اللي انا قلتلك عليها دي. بصوا تعالوا نشيل قطعة كمان كده واوريلكم قلبها من جوه عامل ازاي. بجد من اطعم الكيكات اللي هتجربيها وتاكليها. حاجة كده ترطب عليكي في الحر وبجد حلوة قوي يا بنات. تسيبها بقى تسقع معاكي في التلاجة وكلي احلى كيكة بصوص الكراميل. بصوا عاملة ازاي، بصوا القلب بتاعها بجد الكاميرا ظلماه. عايزه اقول لكم لونها فاتح زي التلج كده. بصوا قد ايه ان هي هشه وتحفه. مفيش بقى تسلم ايدك يا سمسم على الوصفه بتاعتنا دي النهارده. وما تنسوش بقى يا بنات تقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، عشان بجد بحب اعرف المتابعين بيكونوا من اهل بلد. ويا رب كده يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تحطوا اللايكات حلوه عليه كتير عشان بجد الوصفه تستاهل. وما تنسوش بقى تشيروه مع اصحابكم. بصوا الكيكه عامله ازاي، بصوا قلب الكيكه اصلا من جوه فاتح ازاي ولونه فاتح كده مش غامق. مشي على الخطوات بتاعتنا دي عشان هتطلعي انجح كيك معاكي. بصوا طراوة الكيك وعامل ازاي المسام بتاعته بجد تحفة. بصوا قربت لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا الشكل بتاعه، شكل الصينية وشكل الخرطة بتاعت الكيكة عاملة ازاي. تحفة يا بنات بجد. جربوا الوصفة ديت النهاردة، قوموا حالا جربوها عشان هي سهلة وسريعة وهتعجبكم اوي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. متنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة. وان شاء الله اشوفكم على خير ومع الف سلامة.